عارفين ايه اسرع طريقة علشان تدمر سعادتنا؟ هو مش الشعور بالفشل، ولا ان انت خايف تسيب الشغل، ولا انت تقول انا حظي وحش خالص. اكتر حاجة بتدمر سعادتنا هو الاوفر ثينكينج. الاوفر ثينكينج هو لو عايزين نسميه التفكير المفرط او التفكير الزايد. ان انت بتقعد تفكر في فكرة ممكن تكون حاجة صغيرة جدا، بس مخك بيفضل يقعد يكبر في الموضوع ويتخيل سيناريوهات سيئة جدا جدا جدا، هي اصلا ممكن تكون مستحيل انها تحصل. وبتكون حاجات كتير مش في ايدينا، فبتبوظ اللحظة اللي احنا عايشينها، بتدمر الحاجة، احنا قاعدين مش مبسوطين وبتخلينا عايلين الهم بتاع بكرة ممكن يحصل ايه. طيب في شوية تكنيكس كده او طرق تخلينا ان احنا تساعدنا ان احنا نقلل من الاوفر ثينكينج ده. اول حاجة، لو انت بتفكر في افكار سوداوية كتير جدا، اكتب الافكار دي. لما بتكتب الافكار هتساعدنا في حوالي من 50 ل 60% الافكار السلبية دي تطلع بره دماغنا. دي اول حاجة. تاني حاجة، عايزين نركز في اللحظة دي اللي هي حاجة اسمها the power of now. كل املكه اللحظة اللي انا عايشها، ولا اللي فات هقدر اغيره، ولا اللي جاي هقدر اتنبأ بيه. انا بس اقدر اشتغل على اللي موجود دلوقتي واستفيد من اللي حصل لي قبل كده. فممكن اركز في 5 حاجات انا شايفها، ده بيخليني اركز في اللحظة اللي انا موجود فيها دي وتقطع الافكار السيئة السوداء اللي في دماغي دي. 5 حاجات انا شايفها، 4 حاجات انا سامعها، و3 حاجات انا لامسها. نجرب الحاجات دي عشان نقدر تساعدنا ان احنا ما نقعدش نخش في حته الايه السجن بتاع الاوفر ثينكينج ده، عشان عقلك يا اما هو صديقك الصدوق او عدوك اللدود. اشوفكم فيديو تاني.